إزاي أقدر أحدد إذا كان الشخص اللي معايا في إمكانية أو في أمل إن هو ينصلح حاله، فبالتالي نبدأ نتأنى في خطوة الطلاق أو اتخاذ قرار الطلاق، والعكس إيه اللي يخلّيني أبقى متطمنة للقرار ده وإن الشخص ده خلاص ما بقاش في أمل منه ولا بقى في أي رجا منه خالص زي ما بيقولوا؟ تمام، من سلوكياته وتصرفاته. إمم، لو سلوكياته وتصرفاته بتدل على إنه بيحاول في العلاقة، أنا هنا لازم أستنى شوية. إمم، يعني بيهتم بمشاعرك، إمم، بيزعل لزعلك، إمم، بيحاول طول الوقت إنه يتغير، إمم، بيتقبل نقدك ليه، بيبذل مجهود معاكي من طرفين، مش إمم، حضرتك طول الوقت بس اللي بتحاولي في تغييره. في لسه مشاعر، في ود، في حنية، في لحظات جميلة ما بينكم. بيستقبل لومك ليه على انه محاولة لتغيير او لاصلاح العلاقة. إمم، فهنا احنا بنقول ان الشخص ده يستحق ان حضرتك تستني معاه شوية. تدّي له فرصة. بالظبط إمم، بالظبط. لكن بقى لو الشخص ده طول الوقت حضرتك بتحاولي في تغييره وهو رافض، هنا أنا برضو هيكون في نقوص خطر. إمم، لو حضرتك طول الوقت أو كل ما تيجي تتكلمي معاه يقلب عليكي الترابيزة أو يشيل حضرتك الغلط ويهز ثقتك بنفسك. إمم، لو حضرتك لما بتيجي تطلبي إن انتوا تتكلموا ما بيتحورش أو ما بيتكلمش، إمم، مفيش لغة حوار. لو خيانته كل يوم أو حتى مرة واحدة زي ما قلنا بدون ندم، إمم، لما يكون سليط اللسان إمم، بيهين، لما يكون ايده طويلة بيضرب، لما يكون مش حاسس بيكي، إمم، لما تكوني شايلة المسؤولية كلها لوحدك، لما يسيبك تقفي مع النجار والسباك وتودي الأولاد التمارين والدروس والمدارس وهو نفسه بس، هنا انت بتكوني خلاص. يعني الشخص ده انت ممكن تستمري معاه ليه او عشان ايه؟